السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جمهورنا الحبيب في قناتكم قناة خط الدفاع. نبدأ بخير الكلام، الصلاة والسلام على سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. العناوين: الأهلي وافق رسميا على المشاركة في البطولة العربية للأندية في السعودية. الأهلي يستعد للهلال وكولر يعد العدة. الكاف يعلن الأهلي والهلال بدون جمهور. اتحاد الكرة يريد استخدام خبير تحكيم برتغالي. والحقوا الفندق حيطرد فيريرا. وميدو عاوز يلغي فقرة التحكيم وأخبار أخرى. التفاصيل: الأهلي وافق رسميا على المشاركة في بطولة الأندية العربية بعد مطاردة الرياضيين العرب جميعا لإشراك الأهلي في هذه البطولة حتى يعطي ثقل وقوة لهذه البطولة. وأخيرا الأهلي بعد تفكير عميق وافق على اللعب في هذه البطولة. طبعا البطولة المركز الأول 6 مليون، والأهلي يسعى إلى المركز الأول إن شاء الله. نتمنى كل التوفيق إلى نادينا الحبيب. بما إن الأهلي وافق يبقى إحنا إن شاء الله ورا الأهلي. كان الكابتن أحمد شوبير صرح إن هاني أبو ريبة يسعى لإقناع الأهلي بأنه يلعب في البطولة، وكنا هنطالب محمود الخطيب مجلس الإدارة إنه لو هاني أبو ريبة تدخل الأهلي ما يروحش البطولة العربية، لأن هاني أبو ريبة ما يتدخلش إلا لما يكون عامل بيزنس وعامل مصلحة وعامل عمولة وعامل سمسرة، فما يستفدش من ورا الأهلي. ليه؟ لأنه هو الوحيد اللي بيضر الأهلي، هو الوحيد اللي ضد الأهلي، هو الوحيد اللي واقف أمام الأهلي، هو الوحيد اللي بيحارب الأهلي في الفيفا وفي الاتحاد الإفريقي. هاني أبو ريبة من أشد وأخطر الأعداء للنادي الأهلي. لا يغركم الضحك والسهوكة واللهوكة اللي بيعملها مع إدارة النادي الأهلي وجماهيره. هاني أبو ريدة من أشد أعداء النادي الأهلي، وهو كاره للنادي الأهلي وحاقد على النادي الأهلي، ولا يتمنى أي مصلحة للنادي الأهلي، لكن هو بيظهر أنه بيعمل كده وبيعمل كده، لكن هو في الحقيقة أنه ضد النادي الأهلي، وكلنا عارفين كجمهور الموضوع ده. لذلك لو كان هاني أبو ريبة تدخل، أنا بقول أبو ريبة لأن ما بقولوش أبو ريدان، تدخل لأن الأهلي يقتنع، احنا كنا هنرفض هذا التدخل وهنرفض أصلا اللعب في هذه البطولة. لكن الرياضيين العرب والأندية العربية طالبت الأهلي بالدخول في هذه الدورة لإعطاء هذه البطولة يعني قوة وإعلامية عالمية، ويكون لها شأن عالمي إن شاء الله. مبروك للأهلي دخول هذه البطولة، ونتمنى التوفيق لنادينا إن شاء الله. رغم كل هذه البطولات الأهلي مطالب بالحصول على جميع البطولات، ده جمهور الأهلي. نتمنى كل التوفيق إن شاء الله. الأهلي بدأ التدريب اليوم استعدادا للهلال السوداني. المباراة طبعا دايما الهلال والأهلي في ندية كبيرة جدا وفي حماس بينهما، وخاصة من الهلاليين. فنتمنى إن شاء الله أن المباراة تكون مباراة تليق بالكبيرين الهلال والأهلي، وتليق بالإخوة والجارين الهلال والأهلي. إن شاء الله تكون مباراة قيمة، مباراة رائعة، فيها هدوء، فيها استمتاع، وفيها في النهاية فوز للنادي الأهلي بإذن الله تعالى. كولر عد العدة وقعد وشاف الهلال وشاف فيديوهات هو واللعيبة، وشاف مواقع الخطورة، وشاف مواضع الضعف علشان اللعيبة تعرف ايه الموضوع. وطبعا في تنبيهات كبيرة جدا كولر فتحها مع اللاعبين وقال لهم كأس العالم للأندية خلص، لكن في كأس العالم للأندية جاي تاني. عاوزين تروحوا في ايديكم، عاوزين تلعبوا هناك في ايديكم، بس المرة الجاية لازم تكونوا حاطين في دماغكم ان انتوا هتنافسوا على البطولة. لازم تكونوا حاطين في دماغكم انه ما عادش في فرق تخاف منها او تهابها، سواء ريال مدريد، سواء بايرن ميونخ، سواء برشلونة. لابد ان تعطي حتى تأخذ. وان شاء الله نتمنى فوز الاهلي
بالبطولة الأفريقية اللي غابت عنا السنة الماضية بتلاعب كبير من العطار ورفاقه ومن الاتحاد الأفريقي أيضا. نتمنى إن شاء الله أن يعوضنا رب العالمين هذه البطولة في هذا العام إن شاء الله. الاتحاد الافريقي يعلن ان مباراة الهلال والاهلي بدون جمهور. طبعا الاتحاد الافريقي كان انذر الهلال وقال لهم جهزوا الملاعب، جهزوا المتطلبات اللي مطلوبة علشان نقدر نسمع بالجمهور يخش. الهلال تباطأ وما عملش اي حاجة ولم يقدم اي شيء. فطبعا الاتحاد الافريقي الهلال قال له احنا جاهزين، راحت ناس شيكت قالت لهم لا مش جاهزين وهنلعب المباراة بدون جمهور. يعني لا تلومن إلا أنفسكم. إخواننا في السودان لم يجهزوا أنفسهم. أنت عاوز جمهور، جهز نفسك بالمطالب اللي طلبتها الكاف. لكن أنت بما أنك أنت ما نفذتش اللي انطلب منك من الكاف يبقى أنت اللي أخطأت وأنت اللي قصرت. عموما المباراة عندكم بدون جمهور، إحنا كمان الجمهور بتاعنا الدولة ما بتسمحش إلا ب 2003، فكأنه بدون جمهور زيكم بالظبط، مفيش أي مشكلة. كريستو خارج مباراة الهلال هو وعمرو السولية. عمرو السولية للإصابة، وكولر لن يسمح لعمرو السولية أن يلعب إلا وهو معافى بنسبة 100%. أما كريستو فهو ذهب إلى تونس لكي ينضم إلى فريق الشباب التونسي إن شاء الله. إن شاء الله يرجع لنا بالسلامة، وإن شاء الله يتألق كريستو، وإن شاء الله يتألق مع الأهلي دائما بإذن الله. كل التوفيق لكريستو وكل الأمنيات بالشفاء إلى قلب خط النص عمرو السولية. اتحاد الكرة يبحث استقدام خبير برتغالي للتحكيم. طب ليه برتغالي؟ ما السبب في البرتغال؟ علشان أمير وأحمد مرتضى عندهم شركة تسويق في البرتغال، فبيروح يتفقوا مع الحكم ويظبطوه. احنا هنجيبك عندنا تشتغل في التحكيم، هنديك راتب كذا، بس تخلي بالك من الابيض ابو خطين. ده فريق الدولة، ده فريق الشعب، ده فريق وراه جماهير، ده كله كلام كذب وافتراء، على اساس ان يجي يبقى عارف ان الفريق دي خطر عليه، فلازم يرضيها ولازم يظبطها ولازم يعدلها ولازم يوقفها ولازم ينيمها، ولازم يعمل كل حاجة كويسة لصالح الزمالك. فطبعا واضحة جدا المؤامرة. لذلك نطالب النادي الأهلي التمسك بخبير أجنبي قوي من الدول الأربعة الكبار، إما ألماني إما إيطالي إما فرنسي إما إنجليزي. غير كده لا تقبلوا، لا تقبل يا إدارة الأهلي. هناك تلاعب، والتلاعب بدأ من بداية نور الدين، وبدأوا علشان الفرق بقى واسع بينك وبين الزمالك، قال لك احنا نجيبوا كتاف للأهلي، ما عليكم انتوا، عندنا حكامنا، عندنا احتوائنا، عندنا الطبطبة بتاعتنا، عندنا الفار بتاعنا، عندنا الاتحاد بتاعنا الفاسد، عندنا عطاركو، عندنا محمد فاروق، فمالكوش دعوة بالموضوع ده، احنا هنظبط. بس ايه الفرق النقاط ده يعني اعمل حسابك يا اهلاوي انه مش فرق، والله العظيم يضوولك في 3-4 مباريات ولا يكون عندك فكرة، وبسيطة خالص. حكامهم رادعين الفساد، حكامهم رادعين الحقد، حكامهم رادعين الكذب، فيقدروا يعملوا كل حاجة لأنهم بلا ضمير. لازم الأهلي يطالب بإبعاد إبراهيم نور الدين عن جميع مبارياته. إبراهيم نور الدين ده يعني حكم لا يعرف الله، مختصر مفيد، بعيد عن ربنا، لا عنده ضمير ولا عنده إنسانية ولا عنده دين ولا عنده حق ولا عنده أي حاجة. فإحنا كأهلوية نطالب إدارتنا بتقديم كتاب رسمي زي سموحة بعدم استخدام إبراهيم نور الدين لأي مباراة للأهلي ولا للزمالك. يعني لو تقدروا تعملوها كمان للزمالك تبقوا 100%، لكن إنه يجي يعني يحكم مباراة للأهلي لا، ده تبقى كارثة، كارثة بمعنى الكلمة، لأن ده جاي يوقف الأهلي يعني يعطله ويوقف الزمالك على حيله، وقد صار في مباراة سموحة والعالم كله شاف. طيب، محمد شبانة الإعلام الزملكاوي المحترم قال إن الفندق اللي مقيم فيه فيريرا
عطى انذار الى نادي الزمالك، اذا ما دفعتوش ال 400 الف اللي عليكم هنطرد فيريرا بره الفندق. تخيلوا، فيريرا ممكن ينطرد من الفندق اللي هو مقيم فيه، والسبب ان نادي الزمالك ما بيدفعش فلوس للفندق. نادي الزمالك ما بيدفعش فلوس للفندق للمدير بتاعه، ولا بيدفع راتب للمدير الفني بتاعه، ولا بيدفع رواتب للعيبه، ولا بيدفع رواتب للموظفين، ولا بيدفع رواتب للعمال، ولا بيدفع حق الدوله في الضرائب، ولا بيدفع حق الدوله في اتحاد الكره، ولا بيدفع فلوس خالص. امال فلوس الزمالك بتروح فين يا جماعه؟ الشركات الرعايه اللي بتدفع بالملايين والمبالغ اللي اتباع بيها طارق حامد وامام عاشور واللعيبه اللي طلعت دي، يعني الفلوس دي بتروح فين؟ المبالغ الضخمه دي بتروح فين؟ يا اخوانا صدقوني والله هتدمروا نادي الزمالك. انتوا كده مش بتساعدوا نادي الزمالك، انتوا كده بتدمروه. فالحقوا نفسيكم قبل ما النادي يضيع نهائيا، صدقوني. كرم جبر اخيرا طلع الاخ ويقول لك ايه، ان القنوات ما بتقولش يعني حاجات سيئه او بذاءات. اللي بيطلع البذاءات والحاجات ديت المواقع اللي موجوده على التواصل الاجتماعي، واحنا بنراقبهم وترقبناهم، وان شاء الله هيتجابوا وهيتحاكموا. لا يا راجل، لا وحياة ابوك يا راجل، انت بتستهبل. يعني كل البذاءات اللي قالها مرتضى منصور دي على القناه بتاعت الزمالك دي ما فيهاش حاجه، ما فيهاش بذاءات. القنوات ما بتقولش بذاءات. وفي قنوات بتتكلم اصلا غير قناه الزمالك؟ هو في اصلا قناه الزمالك ما حدش بيتكلم الا مرتضى منصور، لكن انت ما عندكش الشخصيه ولا الرجوله اللي تواجه مرتضى منصور، فبتجمع قنوات، اي قنوات. وفي قنوات بتقدر تتكلم الالفاظ السيئه والبذاءات اللي بتطلع في قناه الزمالك؟ يا اخي خلي عندك شويه دم، ده اذا كان فيه. يا راجل انت بتضحك على نفسك وبتضحك على الناس. لا اله الا الله. ميدو خرابات عاوز يلغي فقره التحكيم في البرامج التحليليه، يعني المباراه تتحلل كوره بس، انما تحكيم لا. شفتوا بقى الناس دي؟ طيب الناس ديت عاوزه تعمل ايه؟ ميدو شغال هو وحزومه يعني يظبطوا موضوع التحكيم، بيظبطوا موضوع التحكيم للزمالك، وبيظبطوا اداره التحكيم للزمالك، والمباريات بتاعت الزمالك، وكل حاجه للزمالك. فطبعا اللعيبه نفسها هتاخد على كده، ان احنا ضامنين الحكام هيخلونا نفوز، فبالتالي مش هيكون في لعب، مش هيكون في انتاج، مش هيكون، لان هو معتمد على ان الحكام هتجامله. لذلك صدقوني يا جماهير الزمالك المحترمه، بالطريقه ديت اللعيبه هتفقد ثقه اللعب، وهتفقد الفنيات بتاعت اللعب، وهتفقد الرياضه، وهتفقد الروح الرياضيه، وهتفقد كل حاجه كويسه في كره القدم. ليه؟ لانهم عارفين ومتاكدين ومعتمدين على الحكام، فبالتالي النادي هيضعف. لو اجى في يوم من الايام اتغيرت لجنه الحكام واتغير اتحاد الكوره، واجى اتحاد محترم، واجت ناس بتحاسب الناس، الزمالك هيضيع. لكن لما يبقى عنده فرقه قويه، وعنده ناس بتلعب كوره، وعنده فنيات، وعنده اداره فنيه كويسه الى اخره، مش هيفرق معاه حكم او ما فيش حكم. الانديه الكبار زي الاهلي والزمالك والفرق دي ما يفرقش معاها انه الحكم يجامله ولا ما يجاملوش، ده الطبيعي. فميدو خرابات عاوز يلغي الفقره دي علشان ما ياثرش على الحكام، وتفضل الحكام تحتوي الاحتواء وتطبطب على الزمالك، وتدعم الزمالك، وتجيب الزمالك، وتديله البطوله الثالثه على التوالي بالحكام. فانتبهوا يا اداره النادي الاهلي. الزمالك اصبح نادي ضعيف، نادي هزيل، لا يستطيع ان يفوز بسهوله. إن لم يكن هناك مساعدات من الحكام صعب جدا الزمالك يفوز. وديكوا شفتوا يعني كم مباراة لما كان كلاتنبرج هنا كانت الحكام بتخايف منه، لأنه كان بيقعد في البيت على طول. اللي كان بيخالف أو بيخطأ يقول له طب استريح دلوقتي لغاية لما ربنا يسهل. فكانوا إلى حد ما بيحاولوا يعني يحكموا مظبوط. كلاتنبرج مشي، الاحتواء اشتغل، والدنيا زي ما احنا شفنا كده في سموحة. فالفرقة ضعفت، الفرقة بقت معتمدة زي ما قلنا قبل كده على الحكام.
والدليل الاهلي والزمالك اتقابلوا 36 مرة، فرق جماعية، تنس، طاولة، سلة، طايرة، يد نساء، طايرة نساء، طايرة رجال، سلة رجال، قدم رجال، كل الفرق الجماعية. الأهلي فاز 34 والزمالك فاز مرتين. إهداء لجمهور الزمالك. شوف الإدارة اللي شغالة صح في صمت، وشوف الإدارة اللي عمالة تجعجع طول النهار وتشتم في الخطيب والساعات بتاعة الخطيب. فازوا عليهم 34 مرة، بينما فريقكم فاز على الأهلي مرتين في الفرق الجماعية. الحقوا الزمالك. اتحاد الكرة صرح انه شكل لجنة انضباط جديدة على اساس انه في اول اجتماع للجمعية العمومية ينتخبوا او يختاروا لجنة الانضباط اللي هتقوم بالدور. هو جاب ناس كل الناس بتشكر فيهم، بتقول لك ان هو كان نائب وزير العدل وانه كان راجل محترم والى اخره، وبقول لك صارم، وقالوا انه هيستمعوا الى محمود كهربا ومرتضى منصور من اول وجديد وهيحققوا في القضيه، ومرتضى منصور هيروح غصب عنه. هم بيقولوا كده، لكن الايام اللي جايه هنشوف نائب وزير العدل هيستدعيه فعلا، هيحقق معاه فعلا، وهل هيرضخ مرتضى فعلا ولا مش هيرضى زي الناس اللي مشيت، ولا خلينا نشوف الايام اللي جايه هتعمل ايه. لكن اتحاد الكوره بيقول لك انه احنا حطينا تشكيل مؤقت لغايه ما نجتمع اول جمعيه عموميه علشان تكون رسميه ويكونوا مختارين اللجنه. اخيرا عامر العميره، المهندس عامر العميره يطلب من اداره الزمالك ان تطلب من الاتحاد المصري ابعاد ابراهيم نور الدين عن المباريات الرسميه للزمالك. انت بتحلم يا باشمهندس؟ طب والملوخيه هتروح كده اونطه ازاي يا باشا؟ ما ينفعش الكلام ده ابراهيم نور الدين متفصل تفصال للزمالك، فالكلام انت بتقوله ده صعب جدا الزمالك تعمل بيه. الى هنا ناتي الى نهايه هذا الفيديو، الى ان نلقاكم نرجوكم لايك، شير، دعم القناه التي انشئت خصيصا للدفاع عن النادي الاهلي. الى ان نلقاكم، دمتم وفي امان الله.